وهاد الطريقه راه غتجيكم ساهله البنات. نبغي نشوفكم كاملين مقادين الكيك بزاويه حاده. يعني شوفوا راه تعبت باش شرحت هذا الفيديو هذا، راني درت لكم درس مجاني. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه السومه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه ديال التزيين ديال هذا الكاطو هذا تيم ميراكيلوس اولا الدعسوقه اللي كيجي على هذا الشكل هذا. غادي تشوفوا معايا جميع المراحل ديال التزيين مع طريقه ديال ماغنوم اللي جمعته هنا سديت صافي جمعته. ها هو الصابلي. غادي تشوفوا الصابلي حتى هو غير تاخذوا فكره، واخا ما درتش الطريقه ديالو لان الطريقه ديالو سهله. حتى لاخر فيديو عاد تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نجمع هذا الكيك. نخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. يلا جبت ولدي من المدرسه، كنت لابسه قلت اجي علاش ما نطلقش لكم الفيديو. كنت موجده هذا الشيء باش غادي نبدا الكاناش ديال هذا الكاطو. قلت ما حدي لابسه اجي نطلق لكم الفيديو، واخا ما كنتش غنصوروا بصراحه. بالنسبه سميتو المونتاج ديال الكيك واشنو فيه راني مشاركه معكم في القناه. كريم او بور سويس براليني مع اللوز وكركاع كراميليزي، راني شاركتهم معكم في واحد الكاطو. غنخلي لكم الرابط ديالو تحت من هذا الفيديو يعني بلا ما نعاود نصور. بالنسبه للكاناش حتى هو الطريقه ديال التغليف حتى هي راني دايراها بزاف المرات. غادي نخلي لكم واحد الرابط حتى هو تحت الفيديو. غادي نكتب لكم كل حاجه، مثلا كريمه الزبده، ونخلي لكم الرابط. الجينواز الروسيه اللي كنت شاركت معكم حتى هي اللي درت، غادي نكتبها لكم ونحط لكم الرابط ديالها حتى هي حداها. مهم اي حاجه غنخلي لكم داكشي كله مرتب تحت. ديما عودوا قراو صندوق الوصف، راه كنكتب لكم فيه بزاف ديال المعلومات. المهم شنو كنت باغا نوريكم شنو صاوبت. بلاتي نوريكم الصابلي اللي قاديت هنايا الصابلي. ما قلتش لكم التيم ديال الدعسوقه اولا ميراكيلوس هو هذا. انا درت الصابلي على هذا الشكل. بالنسبه سميتو بالنسبه للكاطو راه ساهل، حيت غير تصاور غادي نلصقو، يعني غادي نغلفوه بباطا سكر وغادي نلصق فيه غير تصاور. انا غادي نوريهم لكم بلاتي نوريكم الصابلي. بغيت نقول لكم واحد المعلومه، بزاف البنات كيقولوا واش واخا نوجد الصابلي قبل. هانتوما انا وجدته اليوم الجمعه، وجدته نهار الاربعاء. غير هو خصكم تغطيوه مزيان وصافي. مولاتو غادي تديه غدا يعني السبت، وانا وجدته نهار الاربعاء. ها هو باقي مزيان. كندير معاه بحال هكا واحد القطعه ديال السكر باش كتمص ديك الرطوبه باش كيبقى محافظ. شي موطور غاز. قلت لكم كديروا واحد القطعه ديال السكر باش كيبقى محافظ على القرمشه ديالو. نوريكم الاشكال اللي درت. هادو دارتهم معايا اختي، ماشي انا اللي درتهم بصراحه. المهم هانتوما ها هو الشكل هذا وهذا، حيت البنيته عندها 8 سنين. هذا الشكل هذا باش ما نكثروش كلشي حمر. اصلا حتى الكاطو ما غاديش يكون حمر، غادي يكون ابيض. المهم غنوريكم القرمشه ديالو كيفاش ما عرفتش كيفاش دير مع هزه بغيتي انا نحطها وغادي نعاود نصور لكم وغادي تشوفوا كيفاش كيكون يعني باقي مقرمش. الصابلي ديالي حتى هو غنخلي لكم الرابط ديالو تحت من هذا الفيديو، حيت ما نعاودش نبقى نصور هادشي حيت محطوط يعني في القناه. كنحاول نحط لكم غير شي حاجه جديده. بحال دابا في هذا الكاطو قلت بلا ما نصور الكاناش عاوتاني ونصور، غادي تشوفوا معايا غير الطريقه ديال التغليف والديكوراسيون ديالو. ومازال باقي ليا ماغنوم قاديتو حتى هو راني حاطاه لكم. غادي تشوفوا معايا غير الديكوراسيون ديالو صافي. غادي نوريكم التصاور اللي خرجتها حاطاهم. هادو هما اللي غادي نلصق. بزاف الناس كيسولوني على التصاور ملي كتخرجيهم. هادو غير قابلين للاكل. الفوطو اللي قابله للاكل كنت وريتها لكم في
ما عرفتش واش حطيته ولا لا. ما حطيتوش. واحد الكاطو كنت قاديته في العيد ديال عيد مبارك. صحاب لي حطيته، ما عرفتش محال واش حطيته. كنت حطيت فيديو غير في انستغرام، ما شاركتش معكم الطريقه ديالي حيت فات العيد وما بقاش الوقت. قلت صافي خليتها لشي عيد، حيت هكا عندي بزاف الفيديوهات دابا بقاو عندي في بيسي. عندي فيديوهات قدام اللي ديما كنقول بلاتي نحطهم صافي حتى كنصدق ناسياهم. اصلا واحد الكاطو اللي ساهل، ما فيش شي حاجه زعما، ما فيش شي ديزاين اللي غادي نقادو بالباطاسيق ولا شي حاجه، فيه غير فوطو لاصقه صافي ديال الجامع. كنت باغا نشارك معكم غير الفوطو القابله للاكل كيفاش كتكون، كيفاش كتلصق. كنلصقهم بنفس الطريقه. ها انتم هذا كنخرجو من عند المصور، هو اللي كيخرج لي حتى هاد العاديه. هاد العاديه كتجي كتبري كولور، كتبري واحد شويه. وهذه بحال التصاور اللي كنخرجوا اللي كنصوروا زعما حنايا. هذه كتكون قاصحه، خرجت وحده صغيره وحده كبيره باش ناخذ من هذه ومن هذه. التصاور اللي بغيتهم كبار غناخذهم من هذه، واللي بغيتهم صغيورين واقفين فوق الكاطو غندير هادو. غادي نلصقهم على عجين السكر، كنلصقهم ب بودره ديال سي ام سي اولا تايلوز زعما مع شويه الماء كيولي لينا نساق، واللي كنلصقو مع عجين السكر مع هذه وكنحطهم. يعني راه غير ديكوراسيون كندير فيهم عبيدات اللون. مازال غتشوفوا معايا بلا ما كثر عليكم الهضره. بغيت نوريكم غير التصاورات هما هادو. هذه هي الداسوقه اولا الخنفساء، هي هذه صافي. دابا هادشي غادي نخلي حتى الاخر نكمل الباطو. غير قلت محدي لابسه غادي نشارك معكم شنو صاوبت. المهم صافي وجدتو الكاطو. انا نقرب لكم باش تشوفوا الكاطو. غادي نحيد ليه السيركل. هانتوما نوريكم الصابلي. هانتوما باقي مقرمش. شفتو عرفتي ولديت بزاف غادي نجيبو. شفتو كيفاش كيكونش محمر ولا شي حاجه، كيكون غير مذهب. وها هو كيبقى غير تغطيوه مزيان بالسلوفان. شوفوا هذا باقي مقرمش، ما مغطي ما والو، دايره ديريكت في البواط بحال هكا صافي. هادو مع هادو كبار من هادو شويه. هادو درتهم في هاد الساشيات ديالهم، وهادو ما كفاونيش ما قدونيش. غادي نحاول نقاد هاد السلوفان، مازال غادي نقادو. هاد الساشيات راه كيتباعو ما عرفتش 10 ديال وحده ولا 10 درهم ما عرفتش. المهم انا حتى كنشري داكشي مجموع. دابا غادي نوريكم مساليه بان لي الصابلي بديت كناكل. نشوفوا الكاطو. جبدته قبل شي ساعتين هذه حيت كان من البارح هو في الفريغو. كما كنقول لكم ما نغلفوش جامد بالكاناش باش ما يتشققش لكم. ملي كنغلفوه بالكاناش وهو مازال جامد، الكيك ملي كيذوب كيديفورما وكيدير لكم دوك التشققات. الا بغيتو ما ديفورماش غادي تجبدوه قبل شويه تيولي عادي، يعني ما باردش مابقاش بارد. شفتوا الكيك فيه تقريبا شي 17 سنتيم في العلو، والقطر ديالو 15. هذا ديال 10 الناس. شفتوا درت كريمه زبده سويسريه بالبخاليني كما قلت لكم. نخلي لكم رابط ديالها لتحت. وفيه لوز وكركاع كراميليزي صافي. هذا ما كان. بغيت نوريكم الكاناش اللي درت. الكاناش بلاتي نقرب. هانتوما بالنسبه للكاناش عندي 750 غرام ديال الشوكولا انروباج ماكاو. ها هو. هانتوما ملي كتضغطوا صبعكم ما خصوش يتضغط. ملي كتشوفوا باش نكمل لكم مكونات دغيا زدت للضغط. قلت لكم عندي بلاتي زيدوا زيناتو. هذا حال اللي كيصور مباشره القيله ياك. هانتوما عندي 750 غرام ديال الشوكولا انروباج ماكاو. عرفتوه راه مصوات كبار بزاف تيقول لي وريني لومبالاج. انا غادي نوري لكم الى باقي ما عرفتش واش باقي. المهم انا خلي لكم التصويره ديالو. وعندي 150 ملي كريمه. 150 يعني القاعده هي 500 غرام
ديال الشوكولات مع 100 ملي ديال الكريمه، اولا 250 غرام ديال الشوكولات مع 50 ملي كريمه. هذه القاعده ديال الشوكولات بيبه ديال الشوكولا، غاناش تغليف بيبه ديال الشوكولا هي هذه. وبزاف البنات كيقولوا لي واش هاد الغاناش نقدر نديروه في الكاطو لداخل؟ هذا خاص بالتغليف. الغاناش اللي كنديروه لداخل غاناش مونطي اولا غاناش نو مونطي، هذاك هو اللي كنديروه لداخل، وكتكون الكميه ديالو ديال الكريمه كثيره، ماشي بحال هذا فيه غير كميه قليله. المهم غير حاولت نشرح المبتدئات اللي كيسولوني، حيت شحال من وحده كتجي تقول لي شحال ندير وكنلقاها كتهضر لي على غاناش التغليف بغات ديرو في الحشو. هذا غير تنغلفوا به الكاطو باش يبقى محافظ، على الشكل ديالو، كيكون قاصح، كتهزيه كما بغيتي، تحوليه تقلبيه وانت كتغلفيه بباطا سكر وانت مرتاحه، ما كيطرى ليه والو، كيبقى كيما هو. تخليه محطوط حتى النهار كامل مثلا في البيفي كيبقى كيما هو، فهمتي؟ الكاناش هو اللي كيحافظ على داك الكاطو ولا باطا سكر من برا. صافي كما قلت لكم هذا هو الكاناش. قلت لكم بالنسبه باش تعرفوه ناجح كتخليوه حتى كيبرد بحال هكا، باش كتضغطوا ما كيتضغطش ليكم، يعني ملي كيبرد تماما ماشي يكون دافي، فاش كيبرد كتلقاوه قاصح، كتلقاو صافي كتلقاو قاصح، ما كيتضغطش ليكم صباعكم هانتوما قاصح والو ما كيتضغطش، صافي كتعرفوه راه ناجح. اما الا لقيتوه مازال رطب عرفوا بلي انه ملي غادي تغلفوا الكاناش ديالكم مثلا الكريمه غير الا خفافت شويه مثلا مع الصاد، حتى داك الكاناش كيتبوق، فهمتوا؟ اولا الا كنتو سقيتو الكيك بزاف داك الكاناش ساهل دغيا كيتبوق حيت كيكون رطب، فهمتوا؟ يعني خاصو الشوكولات. الا شفتو هكاك عاودوا زيدوا ذوبوه وعاودوا زيدوا ليه الشوكولات واحد 100 غرام هكاك، وعاوتاني خلوه يبرد وشوفوا واش قصح. ملي يقصح صافي غادي تدفيوه شويه يولي كريمي وخدموا به. هادشي راه كامل راني قلتو في الفيديوهات السابقه اللي كندير لكم كنخدم معكم فيهم الكراش. دابا في هذا الفيديو ما غاديش نشارك معكم الكراش باش ما يجيش الفيديو طويل، راه حط لكم رابط في فيديو فيه طريقه التغليف، راه حطيتها شحال من مره، غير الفيديو اللي قبل من هذا راني حطيتها. سخفت بالهضره صافي. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. دابا ملي غنبدا دابا صراحه وقيلا ما غاديش ندير هاد الكاناش دابا، حيت ولدي فاق كنبغي نخليه حتى كيكون ناعس، كنخاف يجي ليا ولا شي حاجه يبزطني، حيت الكاناش كتعرفوا خصكم تزربوا عليه، الا خليتو غير شويه ولا مشيتو شي حاجه كيكرم ليكم وصافي كيولي عذاب، يعني كيولي يعذبكم باش انكم تقادوه تليسيه وهو كامل. غادي نمشي ندوز نديكوري سميتو مقاد ديكوراسيون ديال ماغنوم كيك وغادي تشوفوه معايا. انا جات لكم صراحه دابا جيت للصالون، عييت بالوقوف في الكوزينه، اغلبيه الديكوراسيون كنجي للصالون، واخا قلت لكم راه مبقيتش غندير كاناش حيت زعما ملي فاق ساعه ملي جيتي لقيتو ناعس الصالون مسكين مفرش صافي ديتو ليه. وملي قررت انني نديكوري هو الاول صافي قلت خليني نديكوري هو الاول، باش نحيد عليه الديكوراسيون كتشد الوقت ملي كيكون فيك النعاس صافي كتعزي عليها. قلت لا غادي نحيدها ماشي مشكل، كاناش كنبغي نبقى خدامه فيهم ونتقنوا. المهم غندير هذا الشكل هذا هو الاول في الماغنوم ديال الكادر، غندير هذا الكادر هذا وغندير فيه هاد الالفابي ديال الحرف الاول من السميه ديال البنيه اروى، وغادي نصبغهم بالضوغي. هذا الشكل ديالو راه باين واضح يعني ساهل، وغندير واحد الوريدات. المهم نتوما كتشوفوا معايا كلشي. عاد كنسحب لكم هذا نهار اخر ولا شي حاجه نفس النهار، حيت غير هذيك العبايه اللي كنت لابسه حيت خرجت بها ودرت الزيت هذا لحتو عليا، واخا يبان الزيت درت ليه بحال الحاجه لحتو عليا. عارفه غادي شي وحده من خواتاتي تقول لي مالك درتي مالك درتي ديك الحاله داك الزيت، ما عنديش مشكل انا. المهم انا تغطيت، صراحه صعيبه انك تصوري وديري فرار وانتي خدامه والصهد. ايوا انا غادي نحاول. المهم دابا غادي نخليكم صافي، غادي نحبس من التصوير ما تبقاوش تشوفوني، غادي نخدم معكم هكا عن قرب احسن. المهم نتوما دابا المشكله راه فيا من
نصور دابا مباشره هكا، يعني صافي بلا ما نصور راسي. كنقول الاستفاده هي المهمه، ولكن بصراحه ماشي غير نتوما اللي حسيتوا براسكم تقربتوا مني، حتى انا حسيت براسي تقربت منكم اكثر مني شفتوني. حتى التعاليق يعني بداو كيجيو بزاف التعاليق على شي حوايج بحال هكا، ملي كتشوفوني هكا المهم حسيت براسي انني قريبه لكم بحال هكا، بحال كنهضر معاكم، فهمتوني. واخا راني حشمت بزاف في الاول، وراه الحشمه دابا باقا ماشي مشات ولا شي حاجه، كنحاول نديرها وصافي. المهم داكشي علاش ندير هكا فيديو، ولا نبقى ندير لكم بحال هكا المقدمه وانا كنهضر معاكم، ولا نشرح لكم شي حاجه. وفاش نبغي نوريكم شي حاجه تشوفوها من الاحسن نقرب الكاميرا هكا، فهمتوا، يعني باش تشوفوا داكشي على القرب. دابا صافي غادي نبدا الخدمه، وها نتوما يلا سلامه. فكرت بالنسبه لهاد الكادر بزاف يسولوني بشحال، انا صراحه ما عقلتش على الاسئله غير باش حيت عارفه في التعليق غادي تسولوني عليه، ما عقلتش الصراحه. المهم تشوفوها عن قرب. وهذا يعني ماشي ضروري ديروا نفس هاد الكادر، تقدروا ديروهم مربع، حتى المربع كيعطي شكل زوين. المهم غير ما ديروش داك، انا بصراحه ما كيعجبنيش نشوف شي وحده كدير هاد الالفابي بوحدو مثلا في ماغنوم وحده ولا في صابيه وحده، كيجيش ديكور زوين صراحه. باش تزينوا بحال هكا ديروا الالفابي هكا، وديروا الكادر يكون يعني الالفابي يكون وسط الكادر، يعني الحرف يكون وسط الكادر، فهمتوا. اولا مثلا درتو هذا الحرف هذا، ديروا شي وريضات، دوروا عليه شي وريضات ولا شي حاجه، ما تخليوش هذا الحرف بوحدو في صابليه وحده اولا في ماغنوم، راه كيجي عيان، كيجي زعما شي ديكوراسيون زوين. ملي كتزيدوا بحال هكا شي حاجه حداه عاد تيبان. المهم قلت نعطيكم هاد النقطه هذه. يلا صافي نخليكم دابا تشوفوا معايا، شوفوا معايا الديكوراسيون ديال لي ماغنوم. المهم اول حاجه بديت بها هي الشكل ديال الكادر كما قلت لكم. طبعت هنايا هذاك الحرف ديال وصراحه كنت غالطه، ماشي اروى، كتبت لكم سميه اروى، راها روان، عاد تاكدت وعاودت بدلتهم من بعد درت المهم طبعت هذا الشكل هذا. درت ماغنوم، درت 10، درت 4 في هذا الشكل ديال الكادر، و6 كل وحدين في الشكل مازال غادي تشوفوا معايا. المهم درت هاد 4 هادو بزالانسبيرون بالدوغي، وعاد واحد الشكل اخر درت فيه 3 الاشكال، درت فيه هاد دعسوقه اولا ما عرفتش سميتها، المهم دعسوقه درت على هاد الشكل هذا اللي كنقولوا ليها طاكسي طاكسي احمر، ما عرفتش كتقولوا لها نتوما طاكسي احمر ولا لا. المهم فاش كنا صغار كنقولوا ليه طاكسي احمر. صايبت على هذا الشكل هذا كما شفتوا بطريقه سهله، يعني كنديرها دواره صغيره بالاسود وكنحط عليها دواره اخرى بالاحمر. نتوما غتشوفوا كيفاش غنحطها بحال هكا، كديروا شويه الماء نقيطه تما في ديك العجينه السوداء. انا حيتاش عندي كتلصق شويه داكشي علاش غير كنلصقها كتلصق. من بعد غادي ندير لهم نقيطات بالاسود. صافي هذاك هو الشكل ديالها، وغنوريكم الشكل الثاني اللي على هذا الشكل هذا اللي غادي نصايب فيه 3 الاشكال اخرين في لي ماغنوم. صافي كتسرحوا العجين عادي، غطبعوها على شكل دائره وغادي تقسموها على جوج، يعني ماشي غادي تقسموها، غادي غير تطبعوها بالسكين من الوسط بحال هكا، وغادي تحيدوا هذاك المثلث اللي من الاسفل بهذا الشكل هذا. صافي وغادي ناخذ هنايا هاد العجينه السوداء نديرها بهذا الشكل هذا، نضغط عليها بصباعي بهذا الشكل كما شفتوا. صافي وغادي ندير لها العوينات القدام، وتما صافي غادي ندير دوائر بالاسود. صافي كما شفتوا طريقه سهله. بعد ما قديت العوينات هذوك الدوائر السوداء كندير غير دوارات هكا، كنحرب لهم مدورين وكنضغط هكا بهذيك الملاسه وكيعطيني هذا الشكل مدور. ما عنديش طوابع صغيورين بهذا الشكل هذا اللي ندير، وطبعتهم بديك الطريقه. صافي هنا غادي نقاد واحد الوريضات اللي غادي ندير مع دوك
هذيك الداسوقه اولا الخنيفيسات صغيورين داك الطاكسي احمر غادي نطبع واحد الوريضات اللي غنديرهم معاهم في الماغنوم. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه وغادي تفهموا من بعد. دابا غتشوفوا غير التزيين اشنو درت. هنا درت كما قلت لكم هاد الوريضات، وكل وريضه كندير فيها نقيطه صفراء كتعطي واحد المنظر زوين كما شفتوا بهذا الشكل هذا. صافي درت بزاف يعني ما درتش غير دوك الجوج، ها هما كما كتشوفوا. بالنسبه لي كادر لونتهم بالدوغي، هاد الدوغي العادي انا لونت معكم جوج منهم، وجوج لونتهم بالدوغي الاخر اللي كنت وريتكم سابقا اللي كيدير 150 درهم. صافي والاخر العادي كيدير 40 درهم. هنايا درت لهاد الخنيفيسات اولا طاكسي صغير درت ليهم سميتو نقيطات كحلين بالاسود. هنا غديروا فوتخ اللي كيكون فيه حبر غذائي. المهم هنا غادي نقاد معكم ماغنوم كيك كما شفتوا. هنا عندي مولي كيك، خدمت بالمولي كيك طحنته مزيان وزدت عليه اللوز والكركاع كاراميليزي مهرمشين. صافي هنا زدت عليهم غاناش. الغاناش فيه 100 غرام ديال الشوكولا نوار، شوكولا نوار غيش، 50% ديال الكاكاو مع 100 ملي ديال الكريمه. صافي ذوبتهم وضفتهم مباشره حتى حصلت على عجينه معلكه بهذا الشكل. يعني ديك العجينه ما تكونش قاصحه، يعني ديروا فيها شويه تاع الكراش، تكون عامره مزيان بالشوكولاط والكاناش يعني باش كتجي بنينه. صافي كنديرها كاملين بحال هكا في السيليكون وكنضغط في الوسط. هنايا هذا الوسط هذا الا بغيتو ديروا واحد الحشوه مثلا، هنا درت نيت هذاك الكاناش اللي كنت مقاده. تقدروا ديروا كراميل، تقدروا ديروا اي حشوه بغيتو ديال الليمون اولا سيترون ولا اللي بغيتو، كتجي زوينه في العضه. كتلقاو هذيك الحشوه بداك الشكل. صافي درت هنايا ديك الحفره وعمرتها وعاد دخلت العويدات بهذا الشكل، وكنعاود ندير العجين من الفوق ديال الماغنوم. صافي وكنسد عليهم بهذا الشكل هذا. ما تخليوش الكيك يكون طالع مبوق. الا بقات شي حاجه كرطوها بالسكين، يعني خاص يكون مسطح. وفي نفس الوقت الكاناش اللي درتو كحشوه يكون لداخل، يعني ما حاولوا ما تخليوش يخرج لكم واخا كتعذب ديك المرحله. صافي هنا عندي الشوكولاط، راه وريتكم شوكولا كالا هو اللي ذوبت، هو اللي خدمت به. هنا الماغنوم درتهم يبردوا في الفريغو غير شويه، ما تخليهمش يجمدوا. الا جمدتوهم غيطرطق لكم الشوكولاط، لان غيبغيو يذوبوا غيطرطقوا. لهذا غير بردوهم يكونوا باردين مزيان. صافي كتخشيهم في الشوكولاط دغيا كيشد فيهم. راه شفتوا درت الكوش الاولى وكنبقى ندور فيه بحال هكا راه دغيا كيبرد حيت هما باردين. صافي كنعاود الكوش الثانيه والكوش الثالثه حتى كيولي لكم الملمس ديالو ناعم وكيبري، يعني ما يكونش محبب ولا شي حاجه اللي يكون باقي ترونسبارون كيبان لكم داك الكيك. بقاو تعاودوا حتى كيتقادر. شفتوا كيفاش كيبانوا كيجيو زوينين، وداك الشوكولاط كيجي كيلمع. صافي هنا كنخليه حتى حتى كينشف الكوش الاول وكينشف الكوش الثاني، عاود كنعاود الكوش الثالثه. هنايا هذاك كنقادو غير ولدي هادو اللي كتشوفوا في الاورانج، غير درت واحد جوج لولادي. داكشي علاش شوفوا كما كتشوفوا راني حطيتهم ما تسنيت ولا ينشف لا والو غير قاديتهم المهم يذوقوا صافي. هنا نيت راه كما تشوفوا راجع عندي بغاه وعطيته ليه واخا باقي كاع ما نشف مزيان. صافي دابا غادي نكمل معكم التزيين. نسيت باقي هنايا ما درتش اللي غادي نديرهم في الاحمر. بالنسبه لهادو اللي في الاحمر كنلونهم، غتلونوهم بالبودره ملون بودره لاكي كما كنقول لكم ديما الخاص بالشوكولا. ملي تبغوا تاخذوا قولوا لي عطيني بودره ديال الشوكولا لاكي، راه كتكون مكتوبه في القرعه ديالهم. انا خديت غير بالعبار، خديت شويه وباش يجيكم اللون غامق يعني احمر غامق كتزيدوا معاه البني. هنا ضفت انا شويه ديال البني مع الاحمر، ما عرفتش البني اللي كان عندي واش لاكي ولا لا، المهم ضفته. صافي حتى حصلت على هذا اللون هذا، واخا ما كيبانش لكم مع الكاميرا مزيان، هو راه احمر مزيان. صافي ونفس الطريقه كنوضع الماغنوم هكا كما كتشوفوا راه دغيا كيبدا دغيا كيبدا يبرد. هاد الماغنوم تقدروا توجدوهم على اتساع وتحطوهم في الثلاجه ماشي مشكل. انا راه كنت موجداهم قبل يعني ماشي في هذا النهار اللي غلفتهم بالشوكولا، وكنت دايراهم في هذيك البواط كما شفتوا ودرتهم في الثلاجه وغطيتهم مزيان
واليوم جبتهم غلفتهم بالشوكولاط وغنزينهم بلاباطا سكر. هنا كما شفتوا خديت شويه من الشوكولا لونته بالاخضر وضعت هذوك الخطوطات. تقدروا ديروا خطوط الشوكولاط، انا ما بغيتش ندير دوك الخطوط رقاق، ما بغيتش نديرهم. انا عجبتني هذا الشكل هذا، درته بحال هكا بالبانسو وبقيت كندهن بهذا الشكل هكا، يعني بطريقه عشوائيه، غير كنشيط وصافي. درتهم غير 3 تشكيلات، حيت ملي غادي تشوفوني غنحط عليهم الوريدات وداكشي غادي تشوفوا كيفاش غادي يجيو. صافي، وخليت داك شويه ديال الشوكولاط هو اللي غادي نلصق به كاع هادوك لي موتيف اللي صايبت بلا باطا سكر باش يبقاو لاصقين وثابتين. حيت ملي كنلصقوهم بالماء ولا شي حاجه اخرى صراحه ما كيبقاوش شادين مزيان، كيبقاو يتزلقوا. واخا كندير حتى لصق ديال سميتو ديال التايلوز حتى هو ما كيشدش صراحه بزاف، بعض المرات كيتقلعوا ملي كيكرموا مزيان. صافي قلت الشوكولا كيشد مزيان. كما شفتوا كنوضع شويه ديال الشوكولاط، صافي حطيت وريضه. غادي ندير كل وحده غندير فيها 3 الوريضات. هذه اللي كتشوفوا درت فيها 2، مازال غادي نرجع ونزيد وحده. وهنا غادي ندير هذه كما شفتوا. هادشي علاش قاديتهم، غنديرهم هنا مع دوك الوريضات، كيجيو بهذا الشكل، كيعطيو واحد المنظر زوين. هنا غادي ندير الشكل الثاني ديال هذه اللي درتها كبيره شويه، حتى هي غادي نلصقها بنفس الشيء، شويه ديال الشوكولا بحال هكا. يعني ماشي مشكل درت الشوكولاط خضر حيت ما غاديش يبان، المهم كندير الشوكولاط باش يلصقوا. وهنا غادي ندير معاها وريضه باش ما تبقاش بوحدها باينه، يعني محقوره، باش تجي حتى هي هكاك زوينه وعاطيه المنظر وشكل يعني انثوي ديال البنيتات. صافي هنايا لصقت لي كادر كما شفتوا. هنا فين تفكرت باللي خاصني ندير اغ ماشي وبدلتهم ودهنتهم، صبغتهم بالدوغي صافي ولصقتهم حتى هما. صافي هذا هو الماغنوم. ومازال غادي ندير ليهم واحد الغيبون اولا هذيك البابيون بالسينتا في الغوج والابيض. صراحه ما صورتهمش، كلشي كيعرف يدير هذيك البابيون. صافي وغنديرها لصقه في العويدات. اللي غيسولني باش نلصقهم، كنلصقهم غير بهذاك البيستولي هذاك اللي بحال السيليكون، كلشي كتعرفوا اللي كيكون في الكابوس، هو اللي باش كنلصق البابيون، يعني كنلصقهم في العويدات. كما شفتوا هذوك اللي فيهم لي كادر ولا الفابي راه زدت لهم وريضات، والاخرين زدت لهم هذاك طاكسي صغير، انا تنقول لي غير طاكسي. صافي هنا غادي نديرهم في هاد البواطه هذه ديال الكرتون، هي اللي غادي نقدمهم فيهم للسيده. ولكن راه مازال غادي ندير لهم البابيون دابا، غادي نحتفظ بهم هنايا. كما تشوفوا هنايا مازال خدامه معكم. هنا نهار هادشي درتو نهار السبت ماشي نهار الجمعه. كنت صايبت الديكوراسيون نهار الجمعه في الليل، والسبت في الصباح عاد كملت لي ماغنوم ولصقتهم بداك الشكل كما كتشوفوا. صافي هنايا كما كتشوفوا الغاناش وليت خليته حتى هو حتى الليل عاد درته. من بعد ما درت الديكوراسيون ديال الماغنوم هنا قاديت الغاناش. انا كنت حطيت هذا الفيديو هذا في تيك توك، داكشي علاش كتشوفوا هكا، حيت قلت لكم ما غاديش نشارك معكم الغاناش حيت حاطه في بزاف ديال لي فيديو طريقه بالتفصيل، حيت الا جيت نديرو يعني الفيديو هكا غيجي طويل بزاف الا بديت نشرح لكم هنا. صافي كيجي على داك الشكل راكم شفتوا. بالنسبه للغاناش تا وريت لكم المكونات ديالو في اول فيديو. هنا غادي نبدا التغليف ديال الكيك. خدمت بهاد لاباطا سكر راني وريتها لكم، سكرينيوها اللي ما عارفهاش. هذه هي العجينه التركيه اللي كتجي قاصحه، حاولوا تقطعوها هكا طريفات. ملي كتقطعوها هكا راه كتجيكم ساهله، او لو ممكن تسخنوها غير واحد شويه مباشره من بعد ما تسخنوها بداو تعلقوا فيها ودلكوها، حيت الا سخنتوها وخليتوها راه كتزيد تقصح اكثر من قبل. خاصكم كيف ان فوا تسخنوها، يعني ماشي تسخنوها راه غادي تطفيوها غير واحد شويه، راه الا سخنتوها بزاف كتولي قاصحه من بعد. صافي كما شفتوا، ولا من الاحسن ديروها غير هذه الطريقه، اللي ما عندوش الايدين يسخنها. صافي درت ليها هكاك، كتبقاو تقطعوها ومن بعد كتبداو تلاصقوهم.
وكتعجنوها من بعد. صافي هنايا خديت الكيك ديالي كما شفتوا، غادي ندهنو بالزبده. صراحه كما قلت لكم مبقيتش كنشري هذاك الكريسكو زبده كريسكو، مبقيتش كنخدم بها بزاف حيت كتبقى عندي هكا غتبقى تتخسر. صافي كندهن الزبده حتى هي كتعطي نفس النتيجه، يعني كندهنوها بالزبده غير باش تلصق لينا لا باطا سكر، ولا كانت شي غلط ولا شي حاجه بغيتو تزولوها كتزول بسرعه، وغير كتمسحوا ديك الزبده ما كتلصقش فيها الشكلاط. صافي هنا بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان، يعني كتولي رطبه مزيان، صافي كتسرحوها. هنا كنعبر هذاك الكاطو اللي عندي، عبرته كتعبروا الطول ديالو مع المساحه ديال الدواره ديالو، يعني ديال المساحه ديال الدواره ديالو راه عطاتني 52 والطول ديالو راه واضح 17 اولا 17 وشي حاجه. صافي كناخذ العجينه كنسرحها بشكل طولي. هنا راه غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي كندير على شكل سمطه، يعني كنغلفها على شكل سمطه. صافي هنايا درت القياس اللي عبرت في الكاطو كبر منه شويه، ديما كنديروا زيد شويه. حاولوا تملسوها مزيان مزيان، ما تخلوا حتى شي حاجه. الا طلعوا لكم شي فقاعات ديروهم تقبوهم بحال هكا بشبره. كما شفتوا القياس راه درتو كبر من القياس اللي عبرت على الكاطو. في الطول اللي زايد غير واحد شويه مازال غادي نقطعو. صافي كتقادوا داك الجانب اللي غادي يكون لتحت ديال الكاطو. الصراحه سخفت بالهضره. كتديروه مقاد باش يجيكم في الكيك مقاد، لان التحت ديال الكاطو ما غاديش نعاودو نقطعوه. صافي كنلصقوه بهذا الشكل هكا باش كيعطيكم واحد الفينيسيون اللي غزاله ويعني مليسيه مزيان، يعني ملسه ما كاينه لا خدوش ولا حتى شي حاجه. هكا غادي ديروها، يعني قبل ما تحطوها على الكاطو حاولوا تلمسوها مزيان بالملاسه وما تخليو حتى شي حاجه حتى شي ديفو يكون باين. دابا غنوريكم كيفاش داك الخط ديال التلاقي كيفاش غادي تحيدوه. صراحه هاد النقطه هذه انا كنديرها غير من راسي، راه ما عمري شفت الطريقه في شي بلاصه، يعني درتها من راسي. عاد من بعد بداو كيبانوا لي الناس كيديروا نفس الطريقه، ولكن هاد الطريقه ديال الخط كيفاش كنحيدوه هذه ما عمري ما شفتها، هذه كنديرها انا. المهم كتشدوا هذيك العجينه كنشدها كنلصقها. انا شحال هذه كنت كنلصقهم عادي، كنلاقيهم عادي صافي، وكنبدا نملس صافي حتى كيمشي داك الخط. ولكن لقيت هاد الطريقه سهله، كنلصق العجينه مزيان كنقرصها مزيان بصبعي هكا وكنقطع. فاش كتجيو تقطعوا بالموس ما كيبقاش بين الخط بزاف، وهكا دغيا كيتحيد. راه فاش كتقطعوا بالموس كتلقاو الخط ما بقاش. هانتوما غير كندهن بصبعي صافي داك الخط كيولي منسجم، كتولي لاباط كلها منسجمه مع الجهه الاخرى. وخلاص ملي كديروا الملاسه صافي كتغبر، ما كيبقى باين حتى شي حاجه ما كيبقاش لاطاس نهائيا. غير ديروا نفس الطريقه راه غتجيكم زوينه. صافي دابا ملي كنملسها مزيان وما كيبقى باين والو، كناخذ السكين غادي نقطع داك الفوق. كما كتشوفوا الفوق راه كنقطعوه يكون مقاد مع الكيك، راه ما كنخلي حتى شي حاجه شايطه، يعني يكون مقاد باش ما يعطيكمش باش ملي تقادوا الفوق ما يعطيكمش واحد الخط في الجناب. نتوما غادي تشوفوا غادي تفهموا. كما كتشوفوا كنقادو مع السطح ديال الكيك. دابا غادي ناخذ صافي كنحاولوا نليسيو هكا شويه كنفيني هكا شويه بايدي. ملي كتفينها بالايد كتجي ملسه. صافي هنا غادي ناخذ العجينه اللي غادي نسرحها الدائريه، هذه اللي غادي نقلب عليها الكاطو حتى هي. كتحاولوا تليسيوها مزيان بالملاسه، يعني مزيان وغادي تاخدوها غادي تقلبوها، حيت هذا هو الاسفل ديالها هو اللي غيكون فوق من الكاطو. دابا غناخذوا الكاطو غادي نقلبوها. كما شفتوا راه كنقلبها بكل سهوله ومرتاحه، حيت الكاناش كيحافظ عليها، ما تخافوا ما والو. صافي هنا كنقطع هذوك الجوانب، كنخلي غير واحد شويه. دابا كنبدا نزير على، يعني كنبدا نقرص في دوك الجوانب، وانا كنجبد العجينه من الفوق، ماشي تجيو حتى لتحت وتبداو تقرصوا فيها، غادي تولي لكم من الفوق رقيقه ومن التحت غليظه. كتبداو تملسوا من الفوق لتحت، يعني بحال كتجروا ديك العجينه من الفوق حتى لتحت، وانتم كتقرصوا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كتقرصوها مع السطح ديال العمل هكا، ما كيبقاش نهائيا داك الخط. وهذيك العجينه اللي كتكون في الجناب اللي دايره الصمته في الجناب مع اللي لتحت كتلاصق مع هذيك اللي دايرين حنايا في
اللي غادي تكون من الفوق ديال الكاطو كتلاصق معها، وهكا كيوليو ملاصقين، يعني كتولي عجينه وحده بحال نتوما ما لاصقتوش وحده مع وحده. واش فهمتوني؟ هنا كتبداو تقطعوا الجوانب، كتقطعوا غير شويه بشويه باش ما تصدقوش داخلين فيها ولا شي حاجه. كتقطعوا شويه رقيق، عاوتاني كيبقى واحد شويه واحد الخط حتى كتقادوها نيشان مع الكاطو كامل. صافي هكا كتولي واحد الفينيسيون اللي زوينه. وهاد الطريقه راه غتجيكم ساهله البنات. نبغي نشوفكم كاملين مقادين الكيك بزاويه حاده. يعني شوفوا راه تعبت باش شرحت هذا الفيديو هذا، راني درت لكم درس مجاني والله ومن قلبي. واللي ما فهمتش شي حاجه تخلي لي في تعليق ونحاول نشرح ليها. واللي بغات دير الفيديو بطيء راه ساهله، راه كاين في البارامتر ديال الفيديو وتشوف بكل يعني تشوف ببطء وغادي تفهم مزيان. صافي كتقادوا الكاطو كامل كما شفتوا هنا. ما تجيوش وتهزوا الكاطو حيت غيتقل عليكم ولا شي حاجه. حاولوا تهزوا داك السيليكون من التحت حيت كيكون لاصق الكاطو. راه كما شفتوا انا مني زربت عليه راه بحال تعوج من واحد الجهه، ولكن راه دغيا كيتقاد حيت زاويه قائمه اللي درتو في الحواف الحاده راكم درتوها. صافي قاديتوها. دابا غير غادي ندير واحد الفينيسيون بالملاسه شويه هكا كتليسيوها غير كتقادوها شويه. صافي كما شفتوا هذه هي النتيجه مقاده بدون خدوش. سخفت البنات. صافي هنايا غادي نقاد واحد الشريط احمر. صرحت العجينه عندي حمراء كما كتشوفوا. العجينه حمراء علاش؟ حيتاش عندي عجينه حمراء شريتها عاديه، زدت عليها شويه ديال المارو هكا باش كتعطيني هذا اللون هذا. تقدروا تزيدوا اما المارو اما نواغ كيعطي واحد اللون اللي بحال غادي للكرونه، والمارو كيعطي هذا اللون بحال غادي يعني بحال دم الغزال. صافي قطعت هكا شريط. هنا غادي نقاد البابيون. قطعت شريط غليظ كما شفتوا يكون مقاد، كتقطعوا على جوج وكل واحد كتطويوه. راني حطيت البابيون شحال من مره. كطويوه بهذا الشكل هذا باش مني كتقادوا البابيون كيجي بحال الربطه بحال محزومه ديال بصح. صافي نفس الشيء الشكل الثاني وخاصهم يكونوا قد صافي هكا. من هنا غادي تقطعوا دوك الجوانب، من بعد غادي تقطعوا تلصقوهم يا اما بالماء يا اما بلصق تايلوز اولا سي ام سي. صافي كتلصقوه. عاوتاني كتاخذوا شريط رقيق اللي غديروه في الوسط هكا. كتجي الرابطه ديال الوسط كدهنوها حتى هي بلصق تايلوز او لا الماء. صافي كتلصقوها من اللور. هذه هي اللي غادي ندير في القدام ديال الكاطو. هذا الكيك هذا صراحه الديكوراسيون درتها غير من راسي. يعني ما بقيت كنقلب ما بانت لي شي حاجه اللي عجبتني. والسيده وصيفطات لي واحد الموديل يعني حاولت ندير غير شويه حيت هو شويه داك الشكل ما زوينش بزاف وصافي قديت انا هذا الشكل من عندي. صافي هنا غادي ندير واحد الشريط طويل اللي غادي ندور على الكاطو كامل. غتعبروا الكاطو ديالكم. دابا انا عارفه العبار ديال الكاطو مني عبرته فاش غلفتو بالعجينه البيضاء. دابا صافي عرفت العبار. غادي نقاد فاش كنبدا نسرح العجينه كنشوف العبار غير من هذيك الطابي ديال السيليكون في حيت فيها القياس. صافي وكنحبس. صافي هنايا قطعت داك الشريط هكا وغادي ندورو على الكاطو بنفس الطريقه كيما لصقت الباطا سكر البيضاء كيما غادي نلصق هذا الشريط هذا حتى هو. كنلاقي ديك العجينه من تما كنقرصها كنلاقيها عاد كنقطع بالموس هكا باش ما يبقاش بين داك الخط. وعاد غادي نبدا نقاد فيه بالملاسه هكا. واخا راه تما كان رقيق شويه كانت واحد الجهه رقيقه على الاخرى غليظه داكشي علاش جات شويه عوجه. ولكن غنقطعها يعني غنقاد بالموس غنقطعها غير بشويه. يعني ما تخافوش الا بغيتو تقطعوا بحال هكا شي حاجه حاولوا تقطعوها غير من الفوق يعني ما توصلوش للعجينه البيضاء. صافي دابا قديتها ما لصقتها بوالو حيت التحت ديال العجينه ملي كتكونوا كتسرحوها كتكون كتلصق يعني دغيا كتلصق على عجين السكر. صافي هنا وضعت البابيون. مازال غادي ندير ليها دوائر سوداء. هنايا كما كتشوفوا عندي الصور اللي شاركت معكم في اول فيديو. راه قلت لكم منين كنخرجهم. هادو اللي درت دابا الوراق العاديين هما اللي غنلصقهم على لاباطا سكر. اما الورقه اللي بابي فوطو اللي كان بحال التصاور اللي كنخرجوا اللي كنصوروا بهم يعني واقفين ما غنديرش ليهم عجين السكر غادي نلصقهم مباشر. غنديرهم غير في الويدات ونحطهم فوق الكاطو حيت هادوك واقفين غادي نبغي نخليهم واقفين فوق الكاطو.
وهادو اللي كيجيو يعني خفاف كنلصقهم بحال هكا في عجين السكر، غنلصقهم على الكاطو بحال هكا. صافي هكا لصقتهم بالتايلوز. تقدروا ديروا غليكوز، ما ديروش الماء يقدر يفسك لكم الورقه الا كانت عاديه، اما لصق التايلوز ما كيبانش نهائيا في الورقه العاديه، وحتى الغليكوز ممكن ديروه. صافي لصقت هذا البرج هذا القدام، يعني راه مازال غنحط عليه ديك البابيو حيت ما لصقتهاش غير باش نعرف فين غنديرها. صافي هنا لصقت هادو بنفس الطريقه ديال لصق كاع دوك التصاور اللي شفتو عندي، غادي نقطعهم وغادي ندير عليهم عجين السكر. صافي وهنا غادي نلصق دابا البابيون قدام هذاك البرج، والباقي ديال الصور كما قلت لكم راني غادي نديرهم في سميتو في العويدات وغنحطهم الفوق. هنا قاديت الاسم ديال روان، غادي كنلصقهم غير بالتايلوز. كلشي كيسولني على هاد الاسماء كيفاش كنديرهم واقفين، راه كنلصقهم غير من التحت بالتايلوز وكيبقاو واقفين. صافي البرج كما شفتوا راه لصقته حتى هو ب سميتو هذاك السيليكون شنو سميتو بالبيستولي، حتى هما لصقتهم العويدات هكاك وصافي وحطيتهم. كما شفتوا هاد العويدات هادو غنديرهم فوق السميه، وغندرك العويدات ورا هذيك ان و دبل في باش ما يبانوش العويدات، كتجي بحال راها فوق الاسم. وهذه كذلك حتى هي حطيتها في الجنب حدا الاسم هكاك. وصافي هذه حتى هي غنحطها هكا ديريكت. واللور غادي نزيد هذاك البورش وداك الشيء. صافي وكملت بهذا الشكل هذا، يعني لصقت دوك العوينات وزدت هذيك الطبعه ديال بحال الطبعه ديال المش. صافي راه الطريقه سهله واضحه، قديتها غير بايدي هذيك وزدت دوك النقيطات النوار تما. صافي وهذا هو الصابلي، والماغنوم درت ليه هذاك البابيون. صافي وكان هذا هو الكاطو. كنتمنى يعجبكم، مازال غتبقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش غادي نغلفهم في الاخير. صافي البنات هنايا اليوم الحد، عاد غتجي لهم السيده، ما بقاتش جات لهم السبت. قالت لي بغات تخبيها عندي حيت باش ما تشوفهاش بنتها، حيت عندها النهار اللي غتحتفل به نهار الحد، هي كانت غديها السبت. حيت عارفه لي كاطو اللي كندير يعني ماشي مشكل كيبقاو محافظين يعني بلا ثلاجه. المهم كما شفتوا هنا راني غادي نغلفها بهذا الشكل هذا. دائما حاولوا تقادوا الديزاين حتى ديال التقديم يكون زوين، واخا زعما هذا ماشي شي حاجه مهم، واحد الشكل اللي انيق شويه. كما شفتوا هذا الثمن ديال هذا الكاطو هذا 500 درهم ديال 10 الناس. لي ماغنوم كنديرهم 13 درهم، وصابلي 10 دراهم الوحده. وصافي هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه، الى اللقاء في امان الله. ما تنساوش لايك وبارطاج، عاونوني على هاد التعب